السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف ازاي هنعمل المحشي الجميل ده بخلطة بسيطة جدا، وهقولك ازاي تعرفي تنقي المحشي، وفي نفس الوقت برضو ازاي تعرفي مقدار الرز بتاعه. في الاول البتنجان لازم يكون اصغر من كده وارفع من كده، البتنجان هنا جالي كبير. اما بالنسبة للكوسة ده المقاس المظبوط بتاعه، والفلفل لازم يكون عندي كل ما كان صغير يبقى احلى، ومن جوه ما يكونش فيه اي حاجة مطبقة زي ما احنا شايفين كده. يلا مع بعض نشوف الطريقة، بس في الأول نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حلة على النار هنزل معايا بكمية من الزيت، ولازم طبعا أحط عندي كمية محترمة من الزيت، وهنزل عليهم مقدار البصل بتاعي. طب البصل عندي قد إيه؟ أنا معايا هنا 3 كيلو من البتنجان، وعليهم كيلو كوسة وربع كيلو فلفل. حطيت لهم نص كيلو من البصل، وعليهم قرن كده واحد كده سبايسي، لو حابة تستغنى عنه مفيش أي مشكلة. مجرد عندي ما البصل بس يدبل هنزل عليهم بمقدار من الكيلو من الطماطم. طبعا الطماطم عندي لازم تكون حمرا، ولو مش حمرا ممكن تزودي لها معلقة من الصلصة، وتحطي عندك بقى التوابل اللي انت عايزاها. انا حاطه ملح وحاطه كمون وحاطه كزبره ناشفه وحاطه بابريكا. لو حابه تحطي اي بهار انت بتحبيه عليه مفيش اي مشكله. دلوقتي هقلب عندي الطماطم، ولازم الطماطم عندي تتسبك خالص، ما يكونش فيها اي ميه نهائي، هتكون بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. اهم حاجه بس على طول انا بقلب فيها عشان ما تشطش منك في الحله. دلوقتي هجيب معايا مقدار الرز. مقدار الرز عندي قد ايه؟ ال3 كيلو من البتنجان بياخدوا معايا كيلو مقفول من الرز، وعندي هنا كمان الكوسة كيلو، وعندي ربع كيلو من الفلفل، فأنا حاطة عندي مقدار كيلو ونص من الرز. عندي هنا حزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، قطعتهم صغير خالص، طبعا قطعت الورق مش العيدان خالص. ودلوقتي هبدأ بقى ان انا ادوق الملح بتاعي، محتاج شوية من الملح، وهزوده كمان شوية كده من نفس التوابل، الكمون والكزبرة والبابريكا، وهقلبهم كده طبعا تقليبة كويسة جدا. وهبدأ بعد كده أحشي معايا البتنجان. طبعا حشو البتنجان ما ينفعش إن أنا أكبس أول البتنجان معايا، أخليه كده من جوه كده معايا مهوي كده على بسيط، وأخلي من فوق مقدار عقلة فاضي من البتنجانة، لأن طبعا الرز عندي لسه هيزيد، فعلشان بس ما يطلعش بره البتنجان يبقى شكلها مش حلو. طبعا ممكن تنزلي الرز بالمعلقة لو انت حاسة ان انت مش قادرة توصلي لآخر البتنجانة، هيكون بالمنظر الجميل دوت. زي ما احنا شايفين كده عندي من فوق مقدار عقلة، ومش كابسه الرز قوي، واخلي معايا من بره البتنجانه كده نضيفه ما فيهاش رز. اما بالنسبه للكوسه في ناس بتحب ان هي من جوه كده تديها كده ايه، دهنه كده من الملح، لان الكوسه بتبقى مسكره، بس انا بحب اعملها كده على طول. وبرده نفس الكلام ما تبسهاش قوي، واخلي من فوق كده حته فاضيه. اما بالنسبه للفلفل معايا، طبعا الفلفل زي ما قلت لازم كده يكون واسع معايا، ما يكونش من جوه مطبق عشان يشيل، واهم حاجه املى الفراغ اللي عندي من تحت في البتنجانه كويس، وانضفها من بره، وهكون معانا بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه دوت. دلوقتي هبدأ ان انا بقى ارص عندي البتنجان في الحلة. طبعا ارضية الحلة ممكن طبعا تحطي بصل، ممكن تحطي طماطم، لكن انا يعني حبيت ان انا استغل معاكم العيدان بتاعة الخضرة زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ ان انا ارص معايا البتنجان بكل سهولة، وطبعا اكون حريصة على ان البتنجان من بره يكون نضيف، عشان لما يستوي مبقاش عليه من بره كده رز يكون شكله مش تمام يعني. هرصه كده بطريقة بسيطة خالص، والحلة لو مكفتش معاكي فممكن طبعا هتكملي في حلة تانية. طبعا الطريقة سهلة جدا 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 وبسيطة، وزي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعها معايا ما شاء الله. دلوقتي هرفعها عندي على النار، واول حاجة لازم يكون عندي الشوربة بتغلي، ما ينفعش الشوربة تكون دافية، لازم تكون بتغلي عندي. مقدار الشوربة عندي قد ايه؟ مقدار الشوربة عندي هيكون نص طول البتنجانة، مش قليل كده الشوربة، لا مش قليل. وارفع عندي الحلة على النار عالية زي ما احنا شايفين كده، هتقعد معايا الأول حاجة نص ساعة على نار عالية، وبعد كده ههدلها النار خالص زي الرز لغاية لما المحشي معايا يستوي. طبعا هيكون شكله معانا زي ما احنا هنشوفه دلوقتي. عايزة اقول لكم طبعا الريحة الله أكبر تجنن تجنن تجنن. ودلوقتي المحشي استوى معانا زي ما احنا شايفين ما شاء الله. عايزة اقول لكم طعم وريحة حاجة خطيرة. طبعا اتمنى ان انتوا ان شاء الله تجربوا المحشي على طريقتي. طبعا انا عارفة ان انتوا اساتذة فيه، لكن طبعا الطريقة للبنات الجديدة لسه في المطبخ، بكل سهولة تقدري تعملي المحشي وبأقل إمكانيات خالص. وما شاء الله عايزة أقولك الريحة والطعم حاجة خطيرة. طبعا أتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وشير، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.